صديقة خلو، ناطقة باسم مركز دراسات وأبحاث جينيولوجيا بإقليم الفرات. طبعا المهر تجي يعني كمفهوم المهر كتطبيق المهر ضمن المجتمع تجي من باب ديني، من باب عادات وتقاليد كمان. هلا نحن راح نقول كمجتمع شرق أوسط بشكل عام له الطابع الديني، بعض الأحيان يتغلب على الطابع العادات والتقاليد، يتخطى مبدأ الحياة الاجتماعية أو الحياة، نظام الحياة على موجب العادات والتقاليد، على موجب القبائل، على موجب العشائر. فهن يربطوا كمجتمع مبدأ المهر، موضوع المهر بشكل عام بمبدأ الديني. طبعا لو اجينا مثلا نقول المهر بحد ذاته شو، على شو مثلا ينفرض المهر، بأي وقت ينطلب المهر. طبعا المهر هو نقول نحن المادي أو المصاري، المبلغ المادي اللي ينعطى لما البنت بدها تتزوج، يعني ينعطى للبنت كمهر، يعني نقول كترضية للبنت لما بدها تطلع من بيت أبوها تتزوج أو ترتبط باسم الزواج بشخص ثاني، فالمهر بيكون بهالشكل هذا. طبعا كل مجتمع كمان يختلف عن المجتمع الثاني بالنسبة للمبلغ، يعني في مناطق مثلا نقول نحن نخص بالذكر بشمال شرق سوريا، في مناطق تخص مثلا المهر بس بمبلغ مادي، البعض الثاني مثلا يخص مبلغ مادي ومرافق له غرامات من الذهب. طبعا نحن نخص بالذكر هون عم نحكي بأقليم الفرات، نخص بالذكر كوباني، هي المهر عبارة عن مبلغ مادي إضافة للمبلغ المادي غرامات من الذهب. طبعا تتجاوز 100 غرام ذهب، بعض الأحيان تكون 75، يعني على موجب كل أب لبنت، كل أب لفتاة يطلب على حسب مثلا العشيرة أو حسب المكان اللي هو موجود فيه. طبعا هي كمان ترجع للعشيرة الموسعة، يعني بنت العم بأي مهر تزوجت، بنت الخال بأي مهر تزوجت، البنت هي بنفسها على هذا الأساس يزوجوها. طبعا هي بالنسبة للعادات والتقاليد. لو نرجع المهر، بدايات المهر، أساس المهر من وين طلع كمبدأ المهر؟ طبعا طلع مع بدايات ظهور الإسلام، نحن نقول بدايات ظهور النبي محمد عليه الصلاة والسلام، بس ما كان بهالشكل هذا، كان بشكل مغاير كليا، بشكل ما يشبه الشكل هذا بيومنا الحالي. طبعا كمقولة أو كحديث نحن نقول دائما نقتدي فيه كمحمد عليه الصلاة والسلام، كان نبي لأمة الإسلام بشكل كامل. قال من رضيت دينه وخلقه فزوجوه، يعني من رضيت دينه، من رضيت خلقه، من رضيت أخلاقه، من رضيت جماله، كمان يخص الجمال بهالنقطة هاي، فزوجوه. يعني ما ربط بأشياء مادية، ربط بالأخلاق، ربط بالدين، ربط بالجمال نوعا ما، جمال الشكل كمان له دور بمجال الزواج. جمال الأخلاق، إذا كان عنده أخلاق حسنة وأخلاق حميدة، يعني بهالشكل هذا كمان قال زوجوه. من كان مثلا عنده خلق، يعني الخلق والجمال هن ذاتا يعتبروا قسم واحد، يعتبروا جزء واحد. فبداية المهر كان على هالأساس هذا. غير هيك طبعا نرجع كمان نربطها بشكل ديني، لما علي رضي الله عنه اجى خطبها لفاطمة، فاطمة هي تكون فاطمة الزهراء بنته لمحمد عليه الصلاة والسلام، قال له أنا بدي مهر بنتي محبس. المحبس طبعا ما ربطوا بالذهب حصرا، قال له لو كان عبارة عن تنك بس بدي المهر محبس، غير المهر محبس كمان. هو رجع كمل الحديث قال محبس إضافة للمحبس من رضيت دينه وخلقه وجماله وأخلاقه فزوجوه. يعني هلا نحن كمان من ضمن المهر بيومنا الحالي إضافة للمبلغ المادي، إضافة لغرامات الذهب، في المحبس هذا كمان شرط أساسي. يعني كجينيولوجيا بشكل عام نحن نقول من ضمن البنود الأساسية للجينيولوجيا الحياة الندية التشاركية، الحياة المشتركة، أو بمعنى ثاني نحن نقول العيش المشترك. هلا نحن عم نحكي على مبدأ المهر، عم نحكي على مفهوم المهر بالشرق الأوسط بالدرجة الأولى، كمناطق شمال شرق سوريا كمان نحسن نخصص، ككوباني كمان نتعمق بالتخصيص بشكل أكثر. بس لو نجي على مبدأ المهر بحد ذاته هو مبدأ خطأ، يعني هو مبدأ مغلوط من البداية للنهاية. هلا تمام، لو نرجع على بدايات مبدأ المهر نقول من رضيت دينه وخلقه وأخلاقه فزوجوه. طبعا إضافة لهالمبدأ هذا في بعض الحاجيات
تستلزم يعني العروس تطالعها معهم، تمام العريس يدفع هالاشياء هي باشياء رمزيه او نحن نقول بمبلغ رمزي، فتمام تم تسويه الامور او تم مثلا نقول نحن تدبير الامور بعض الاحيان، يعني ابو العروس كمان يدفع شوي، اهل العريس كمان يدفعوا شوي، فنوعا ما يصير في توازن. هلا بشكل عام نحن نشوف العريس بس بده يتزوج بده يأسس كم سنة لحتى ما يحسن بس يطالع المهر، يشتغل لربما 5 سنين لربما أكثر من 5 سنين، يرهن شغله المبالغ اللي عم يطالعها ب5 سنين أو ب6 سنين لربما أكثر من 5 سنين بس بمهر العروس بس لأجل الزواج. طبعا نحن كجينيولوجيا كفكر الأمة الديمقراطية كفلسفة الفيلسوف عبد الله أوجلان، نحن رافضين المبدأ هذا، رافضين المهر العالي، رافضين الغرامات الذهب اللي عم تنفرض بيومنا الحالي باسم العادات والتقاليد وباسم الذهنية اللي هلا عم تتمشى ضمن المجتمع. يعني بعض الأحيان وذكرت كما قلت يعني في تقليد للبعض، مثلا بنت العم تزوجت بهالغرامات الذهب، نحن نزود، بنت الخالة تزوجت بهالغرامات الذهب هذا، نحن نزود، يعني اخذينها على مبدأ بنتنا ما انها اقل من بنت خالتها او ما انها اقل من بنت عمها. فالمبدأ هذا نحن لو نجي نفكر فيه لو نحلله كتحليل مجتمع، كتحليل ذهنية مجتمع، كتحليل بعض الاقاويل اللي عم تنطرح ضمن المجتمع، هي تجي بمبدأ بيع وشراء. يعني بنت عم انباعت بهالقدر هذا، انا بنتي ما ابيعها بهالقدر هذا، انا بنتي ابيعها باغلى. فكتحليل المقولات، كتحليل الحياه اللي عم تمشي، العادات والتقاليد اللي عم تمشي بالنسبه للمهر، فنحن نحسن نقول هي بمبدا البيع والشراء. طبعا نحن رافضين المبدا هذا كليا باي شكل، نحن بدنا نحارب، بدنا نناضل، بدنا نقاوم كمان هالنقطه هي، المهر العالي، الغرامات الذهب اللي عم تصير بهالشكل هذا، من خلال انه المراه او العروس نقص بالذكر. طبعا نحن العروس ما تقبل على حالها هالمبدا هذا، يعني نحن نوصل لمرحله التحرر الفكري ومرحله الوعي الفكري نوعا ما. نحسن نقول انا كامراه بدي امشي حياتي بحياه نديه تشاركيه، بحياه متساويه، بحياه يعني ما اوصل نوعا ما نقول للظلم للرجل من خلال المهر العالي. فانا راح اطلب الاشياء اللي تلزمني، راح اطلب مستلزماتي البسيطه اللي انا احسن اكمل حياتي فيها مع الزوج. ذاتا هي ما لها مبدا انا عم اعرض البضاعه اللي موجوده عندي كأب البنت وكأب العريس هو عم يشتري البضاعه اللي معروضه. هي لازم تكون بتفاهم، لازم تكون مبنيه على مبدا الاخلاق بالدرجه الاولى، مبنيه على مبدا الحياه باي شكل راح تمشي. هلا مع الاسف نحن عم نشوف بعض العرسان او بعض اهل العريس عم يروحوا يتدينوا مبالغ طائله نوعا ما حتى ما يحسنوا يزوجوا ابنهم، فما بعد الزواج يشتروا الذهب قبل الزواج، ما بعد الزواج ابو العريس عم يشلح الذهب من العروس يروح يبيعه يوفي الدين. فهون صارت مشكله، يعني صار معضله ضمن العروس والعريس، بيت اهل العريس واهل العروس. فنوعا ما المشكله هي ربما تكون بالبدايه بسيطه من خلال طلب المهر القليل توصل للطلاق. هي كمان ظاهره شائعه عنا بالمجتمع بالاونه الاخيره او بالفتره الاخيره. من ضمن اسباب الطلاق نوعا ما، سبب من اسباب الطلاق بيومنا الحالي المهور العاليه، يعني المهر العالي عم يؤدي للدين، بعد الدين العريس او الاب العريس عم يروح يوفي الدين من خلال نزع الذهب اللي كانت لابسته العروس، يروح يبيعه يوفي الدين. فالعروس تزعل، اهل العروس يزعلوا، يسبب لمشاكل، المشاكل يتفاقموا، يؤدي للطلاق.